طفلة ولدت مرتين ونجت من الموت. أصبحت الطفلة لينلي بومر معروفة عالمياً بلقب الطفلة التي ولدت مرتين بعد خضوعها لعملية طبية نادرة للغاية قبل ولادتها. في الأسبوع ال17 من الحمل، اكتشف الأطباء وجود ورم خطير داخل جسم الجنين كان يسحب الدم من قلبها ويهدد حياتها بشكل مباشر. ومع تدهور حالتها، لم يكن أمام الفريق الطبي سوى خيار استثنائي لإنقاذها. خلال عملية دقيقة ومعقدة، أخرج الأطباء الجنين جزئيا من رحم والدتها وهي لا تزال في الشهر السادس تقريبا، ثم أزالوا معظم الورم الذي كان يهدد حياتها قبل أن يعيدوها مرة أخرى إلى الرحم ليستمر الحمل بشكل طبيعي. استغرقت العملية نحو 20 دقيقة فقط، لكنها تطلبت مهارة ودقة استثنائية للحفاظ على عمل المشيمة واستمرار الحمل دون مضاعفات. وبعد أشهر من المتابعة الطبية الدقيقة، ولدت لينلي بعملية قيصرية وهي بصحة جيدة، لتتحول قصتها إلى واحدة من أكثر القصص الطبية إدهاشا في العالم، ودليلا على ما يمكن أن يحققه التقدم الطبي في إنقاذ الأرواح. خلال عملية دقيقة ومعقدة، أخرج الأطباء الجنين جزئيا من رحم الأم وهي لا تزال في الشهر السادس تقريبا، ثم أزالوا معظم الورم الذي كان يهدد حياتها قبل أن يعيدوها مرة أخرى إلى الرحم لاستكمال نموها بشكل طبيعي. استغرقت العملية نحو 20 دقيقة فقط، لكنها كانت كافية لإنقاذ حياة الطفلة ومنحها فرصة جديدة للعيش. وبعد أشهر من المتابعة الدقيقة، ولدت لينلي بعملية قيصرية وهي بصحة جيدة، لتصبح قصتها واحدة من أكثر المعجزات الطبية إدهاشا. في العصر الحديث، هل تعتبر ما حدث معجزة طبية أم إنجازا علميا مذهلا؟ أخبرنا برأيك في التعليقات.